ركزوا معايا النهارده معانا نماذج المفروض ما نعملش زيها علشان نعيش حياة أفضل. أول نموذج معانا هو عبد العظيم، وأول حاجة نتعلمها من عبد العظيم إننا ما ننزلش الشارع بالشنب ده. تاني حاجة مش أول ما نشوف واحدة نطلع نجري وراها ونروح معاها أي مكان كده، خصوصا لو كان دكتور سنان متخلف ممكن يخلع لك سن بالحجم ده. إيه ده أصلا؟ وطبعا الحاجة الأخيرة والأهم إنك لما تروح تخطب يا ريت يعني ما تخطبش واحدة من جوزها، لأن النتيجة مش هتبقى حلوة، هتروح المستشفى وتحتاج 6 سنين جبس. الشخص التاني عزيز يا عيني لما عيلته كلها وراح يخطب واحدة أهلها خارجين من برنامج ثدييات عملاقة بتاع ناشونال جيوغرافيك. العيلتين اختلفوا وبدأت الباتل رويال، وكانت النهاية إن عزيز مات في عز شبابه. وده يعلمنا إننا نوزن قبل ما نتجوز. أما ده المعلم صابر بتاع اسكندرية بيحب واحدة اسمها نوسة، وأمها مش موافقة عليه فبعت لها 2 يخطفوها من البيت. لكن المفاجأة بقى إنه اكتشف إنه خطف أمها، وده اللي خلاه يتهبل يا عيني ويقضي بقية حياته في مستشفى المجاذيب. وده يعلمك إنك لو فكرت يعني تخطف حبيبتك يبقى قول للناس اللي انت باعتهم يخطفوها يبقوا يعاينوا الأول قبل ما يخطفوا، مش أول حاجة تيجي قدامهم كده. آخر حد معانا هو فكري، وده الوحيد اللي خطته نجحت. الخطة كانت إنه هيروح للبنت اللي بيحبها بالليل ويعملوا هما الاتنين تمثيلية على أبوها وأمها، قال إيه إنها حامل منه، وده اللي بيخلي أبوها وأمها يوافقوا في النهاية يجوزوها له من غير ولا مليم ولا أي شرط. تقول لي طب ما دي خطة ونجحت، إيه المشكلة بقى؟ أقول لك إنها نجحت في حالة فكري بس، لكن في حالة تانية كان ممكن أبوها يقتلهم هما الاتنين علشان يخلص من عاره، فدي برضو مخاطرة غير محسوبة. وكمان اوعى تتقدم لواحدة امها كرويلا بتاعت 101 كلب وابوها بيلبس نظارة بالفريم ده، والباروكة دي وحشة جدا. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه ونخش على الفيلم. بنشوف في الاول ناس متجمعين في محطة دشنا محافظة جنة، وام مجدي قاعدة زعلانة علشان ابنها هيفارقها، لكن في واحدة بتواسيها وبتقول لها ان ابنك هيشتغل مهندس في مصر. انت لازم تكوني فرحانه عشان ابنك كبر وبقى مهندس. ابن الكبر؟ ايه كبر دي؟ هي مش كانت كبر ولا انتوا من جزر الكبر؟ لا لا يا باولو يا باولو ناتج يا باولو. وهو ده مجدي بقى، البلد كلها ما شاء الله فرحانه بيه، لكن ابوه بقى بياخده علشان يوصيه وصيه مهمه جدا. لكن الاول بيفرجوا على نسوان البلد. ذمتك. الله، فين يا حاج حريم العيله؟ ايه ده التوربيني؟ وابوه بقى بيقول له تحسين النسل في العيله متعلق في رقبتك يا مجدي. ليه طيب يا حاج؟ يعني انتوا عكيتوا بقالكوا 90 سنة وجت عند مجدي وعايزين تحسنوا الناس؟ وبعدين يا حاج دي كلها خلق ربنا ولا ايه يا حاج؟ رجالة تافهة مش مقدرين قيمة الجمال. ايه ده عم جمال؟ وبعدين يا حاج ما تاخذنيش، يعني هو انت يعني اللي توم كروز ومخلف وائل كفوري؟ ابو مجدي بيقول له انه لازم يتجوز واحدة من مصر، واول ما ينزل بعينيه تقع على واحدة يبعت له علشان يجي يخطبها. عايزك تدور لي على واحده منهم وتشد التلغراف. انا حاسس يا حاج ان انت هتيجي تتجوزها، قلقان منك. وبعدين اهل البلد بقى بيودعوا مجدي. الله 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 يا حاج، ايه يا حاج في ايه؟ هو مين اللي هيتجوز بالظبط؟ لا 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 بلاش بوس، لا ما تبوسوش يا جماعه، لا يا اخوانا بلاش بوس يا اخوانا. وطبعا باعتين معاه الماشينات اللي فيها البط والوز والفطير في بيض مسلوق. واول ما مجدي بيوصل القاهره بيتلوح. احنا في السبعينات بقى، اعوذ بالله، دي كانت فتره منيله. البلد كلها انحرفت رجاله وستات. هو السادات قال ده عصر الانفتاح وما حددش، فكل حاجه فتحت على بعض يا معلم. ده لولا ستر ربنا اننا عرفنا نلم الموضوع. وبيوصل مجدي للشركه اللي اتعين فيها، وبنشوف لاول مره سامي زير النساء، محطم قلوب العذارى، صاحب السوالف الطويله والباروكه المتينه. 4 ستات وكتبت لك اساميهم في ورقه على مكتبك. يا عم سيد ما شاء الله، شغال فراش وقواد في نفس الوقت. مجدي بقى بيبدأ انه لما يشوف اي ست يتخيلها بطرحة الفرح.
لا اله الا الله، عم ابراهيم بتاع الفول لابس طرحه فرح. وبيدخل مجدي للمدير علشان يستلم الشغل ويقابل سامي زميله، وسكرتيره المدير بتغير الباروكه. المشكله مش في الباروكه، انا اقول ايه بقى، اللهم الاعتراف. وسامي بقى بتجيله مكالمات على طول في الشغل من ستات متنوعات. وانا طول الليل والنهار مفيش على لساني غير اسمك، وفي قلبي مفيش غير صورتك. يا سلام، زير نساء زير نساء. باين عليك بتحبها قوي قوي. هو بيحب كل الستات عموما، يعني مفيش واحده معينه، وهو ده العدل حضرتك. كفايه تعرفي ان طول الليل والنهار مفيش على لساني غير اسمك، وفي قلبي مفيش غير صورتك. يا سلام على قلبك الكبير، جاتك ضربة في قلبك. مجدي بقى بيعجب بسامي جدا، وبيروح له علشان يعلمه ازاي يعرف واحدة. امال انا قربت على اسبوع هنا ومش لاقي حاجه ليه؟ ايوه يا مجدي، ما هي مش رحلة صيد، والله لو الطعم اللي معاك مش شغال جرب طعم تاني. سامي بياخد 5 جنيه من مجدي وبيقول له انه هيوريه اللي عمره ما شافه، بدل ما هو كده من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. ومجدي بقى بيشوف حنان لأول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحق يا مجدي انت بتقرع. وبيتخيلها طبعا وهي لابسه الطرحه، بس مش لابسه حاجه تاني تقريبا. الله يخرب بيت دي فتره يا شيخ، هي البلد حصل لها اللي حصل لها ده من شويه، ما هي من النجاسه. وعلى طول مجدي بياخد سامي علشان يفرجه على حنان، لكن لما بيروح ما بيلاقيهاش. الحق يا مجدي، في ناس لابسين هدوم وراك، غريبه قوي، دخلوهم النادي ازاي دول؟ وهنا سامي بيقول لمجدي انه شكله عنده مرض خطير جدا، انتفور يا النساء. حاجة زي حمو النيل كده. مجدي بقى معاه نضارة معظمة زي المتحرشين. انت يا عم القرصان، انت يا عم يا ابو نضارة، عيب كده. سامي بيقول لمجدي انه ممكن يغمز لأي واحدة وهتيجي، انت مش شايف المدعرة اللي انت فيها. لكن مجدي بيقول له انه عاوز يتجوز. تتجوزها يعني تتجوزها؟ لكن بنلاحظ ان سامي عنده مشكلة مع الجواز، تقريبا ابوه وامه كانوا متجوزين والعياذ بالله. وهنا سامي بيشوف ان الموضوع ده خطير جدا ولازم يتكلموا فيه بسرية. انا مش فاهم ايه المجنون اللي عاوز يتجوز في الحلال ده، ما الحرام حواليك في كل حتة، ولا تكونش عاوز تخش الجنة يا مجدي؟ النهارده يا استاذ الشباب كله انطلاق مرح. يعني لما الناس كلها تتجوز وتسمع كلام الحاج والحاجة، مين يخش النار؟ ابليس وكفار قريش يخشوا لوحدهم يعني؟ سامي بيقول لمجدي انه لو مصمم يعني على موضوع الجواز والحلال ده، مش فاهم ازاي يعني، فلازم يكون بينه وبين اللي هيتجوزها غرام عنيف. لو مفيش يبقى ينسى موضوع الجواز ده ويمشي في الحرام بقى زي بقية الناس. لكن مجدي اتجنن يا عيني، وبيتخيل حنان وهي قاعدة قدامه لابسة من غير هدوم برضه. سامي بيروح لمجدي وبيقول له هو ايه اللي عجبه في البنت دي؟ جمالها اللي مفيش زيه في الدنيا كلها. انا عجبتني صراحة مجدي، ما قالوش شخصيتها. بنت بقول لك ايه يلا يا سامي يلا. لكن سامي بيقول له انه مغفل، وان 90% من اللي حواليه ده مضروب. البنات دلوقتي بيحطوا بلالين ويلبسوا بواريك ويركبوا رموش وكاوتش علشان الرفارف، وهنا بتظهر حنان قدامهم علشان يتأكدوا انها 100% قطن طبيعي. فسامي بيقرر ان هو اللي هيتجوزها تقريبا، معذور. وهنا مجدي بينتفض وبيقول له ما ينفعش يعمل كده مع مرات اخوه، عيب. لكن سامي بيقول له انه لازم يبطل تسرع ويعرف حالتها الاجتماعية. عشان ما يحصلكش اللي حصل لعبد العظيم. عبد العظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. أستاذ عبد العظيم أحمد عبد العظيم شاف واحدة في مطعم من المطاعم، شخص يمتلك من الجرأة إنه يمشي في الشارع بالشنب ده، وأول ما شاف الواحدة دي طلع يجري وراها. سلبته عقله يا عيني، لدرجة إنه اتدهول بقى ماشي مش شايف قدامه. ضحكت يعني قلبها مال، معروف. ولما الست دي بتمشي، عبد العظيم بياخد تاكسي وبيطلع وراها. بتطلع داخله عياده دكتور سنان فبيدخل وراها. عبد العظيم يا عيني مغفل بقى، يعني كل الناس اللي قاعده دي مش واخد بالك ان دي عياده؟ طب كلمه طبيب اسنان اللي تخرم عين لعمه دي ما شفتهاش؟ تستاهل يا عبد العظيم. عبد العظيم بيدخل للدكتور اللي بيبقى فاكره انه زبون عادي. بس انا كان نفسي افهم من ساعة أول مرة شفت فيها الفيلم ده، الدكتور ده خريج إيه؟ مفيش دكتور في الدنيا بيمسك الكماشة ويخلع أول ضرس يقابله كده، ليه؟ ما أنا مش جاي لكهربائي. والضرس ده كان فين؟ يعني انهي بق في الدنيا ممكن يكون فيه مكان يشيل ضرس بالحجم ده؟ وبعدين الضرس سليم وزي الفل، ده الضرس اللي بيطلع في الاعلانات. خلعته ليه يا دكتور؟ ده ديب فريزر مش ضرس. عبد العظيم بعد ما اتخلع له ضرس فدا الست اللي شافها من شويه دي، بيروح وراها لحد البيت. فبيروح عبد العظيم يشتري ورد علشان ما ينفعش يتقدم لاهل العروسه بايده فاضيه. العروسه بقى جوزها بيقدم لها هديه عيد جوازهم. مشكله دي، العروسه متجوزه، هل جوزها بقى هيرضى انه يجوزها لعبد العظيم؟
وهنا الجرس بيرن، فبيروح الاستاذ ده جوز الست علشان يفتح لعبد العظيم. صباح الخير يا عم. يا حبيبي يا عبد العظيم، ده انت هيتعمل فيك عمايل. عبد العظيم اول ما بيدخل بيشوف صورة الآنسة مرات الاستاذ اللي واقف جنبه ده، وعبد العظيم بقى بيقعد مع الاستاذ يعرفه بنفسه. بقى أنا موظف درجة 5 بدون محسوبية أو واسطة. ما شاء الله، ما يتعيبش والله. مرتبي 35 جنيه قبل الخصومات. يا حلاوة، عريس لقطة. 35 جنيه دول يفتحوا بيتين مش بيت واحد. طولي 168 سم. مش مشكلة، انت مش جاي تلعب باسكت. وزني 95 كيلو وناوي أخس 5 كيلو بإذن الله. خليهم 6 يا راجل. مامي عايشة. مفيش حد بيقبض 35 جنيه بيقول مامي. توبة رشد. مات قبل ما يربيك. وهنا بيطلب ايد بنت الاستاذ للجواز اللي هي مراته، وبيقول له بقى انه بقاله كام يوم كده واخد اجازه وبيمشي وراها في كل حته، يضحك لها تضحك، يغمز لها تغمز له. عبد العظيم مصمم يخرب البيت. الراجل بيقول له لازم ناخد راي البنت. اجري يا عبد العظيم اجري. وبيخرج الاستاذ وبتصرف غريب جدا بيضرب عبد العظيم. يا استاذ، الراجل داخل البيت من بابه وجاي في الحلال، ايه ده؟ وبينتهي النقاش ببوكس دائري بيدحرج عبد العظيم على السلم اكتر من 7 ادوار دحرجه، وبينتهي بيه الامر مدغدغ في المستشفى. بقاله سنتين في الجبس. سنتين في الجبس؟ ده لو كان مقسوم نصين كان لحم. الدكاترة بيقولوا لسه له 4 سنين كمان على جسمه ما يتصلح. 4 سنين لحد ما جسمه يتصلح؟ طب ما تجيبوا واحد تاني يا جماعه. وعلشان يتفادوا اللي حصل لعبد العظيم بيروحوا للبواب بتاع البيت اللي ساكنه فيه حنان وبيسالوا عليها، والبواب بيقول لهم ست حنان مش متجوزة لسه ما زمادت. وماشيه على حل شعرها، سمعتها زي الزفت، فمحدش هيتجوز، اخرتها تتجوز ريكو بنت ابن خالتها. وهو ده ريكو، اكتر شخص طري ممكن تشوفه في حياتك، وده الحاج فهمي ابو حنان. لا مؤاخذه، راجل ملوش لازمه، بركه. اقول لك حاجه، حتى مفيش بركه. وزي ما انت شايف كده ريكو عيل، يعني زي ما تقول كده، ما اقدرش اقول اكتر من كده، وحاطط عينه على حنان بنت الحاج فهمي. خد منها ايه يا سبب النكسة؟ ما تعملش فيها محترم بقى يا عم فهمي، بنتك ماشيه بالمايوه في النادي وفي واحد ماسك نضاره معظمه وماشي بيبص عليها. وام حنان بقى شخصيتها قويه، دايسه على شخصيه الحاج فهمي بالجزمه، وعاوزه تجوز بنتها لابن اختها ريكو. بس المفروض يعني الجواز محتاج راجل وست، انما دول يعني ازاي؟ حضرته عاوزة 20 سنة عبال ما يسترجل. لا ولا بعد 100 سنه يا عم فهمي، ده مش هيسترجل. انا بقول حنان تسترجل. هي حنان بقى خارجه من البيت لابسه اطول حاجه عندها في الدولاب. جرى يا عم فهمي مالك؟ انت مسرح قرونك مع شعرك ولا ايه؟ ايه اللي بنتك لابساه ده؟ وايه اللي مراتك لابساه ده؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ ايه البيت ده؟ البابيون هياكل منك حته يا عم فهمي، ابو الرجوله. بس الفنان يوسف وهبي كاريزما برضه. سامي ومجدي بما انهم شغالين في مكان واحد فقاعدين في مكان واحد برضه. انا قلقان من الروب اللي لابسه سامي ده، وقلقان من بيجامه مجدي برضه. وانتوا كنتوا بتعملوا ايه قبل ما نخش عليك؟ مجدي بيقول لي سامي ان بما ان حنان طلعت مش مغشوشه يروح يخطبها بقى. حلال تاني يا مجدي؟ اعلم فيك لحد امتى؟ سامي بيقول له بقى ان الكلام اللي هو بيقوله ده قديم، وان دلوقتي لازم يعرفها وتعرفه ويبقى في بينهم حب واستلطاف وحاجات حلوه كده. مش يمكن تكون تعرف واحد تاني او تعرف 4. وبيقول له انه بكره هيعرفه يعمل ايه بالظبط. والخطه بقى ان مجدي اول ما يشوف حنان رايحه تركب عربيتها يرمي نفسه قدام العربيه، وساعتها هتنزل وتعتذر له وتركبه عربيتها. وفي الطريق بقى، ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا سامي؟ فوسوا ما هي امريكي عاوزاكم كده. ومجدي بيتخيل ان الخطه العبيطه دي نجحت وانها اخدته معاه في العربيه، وبينزل علشان ينفذ الخطه. يا مجدي احنا قلنا تطلع قدامها فجاه، انت واقف قبل ما تطلع بربع ساعه. وطبعا هي ما بيخلش عليها الجو ده وبتنزل تهزقه. فمجدي بيحاول ينط تاني، يمكن الخطه الاولى ما نفعتش. فرجاله مصر اللي مليانين شهامه بيبداوا يروقوه بقى ضرب من اللي هو بتاع الافلام القديمه ده. شايف افكارك يا نحس؟ يا جماعه الخناقه دي ملهاش اخر ولا ايه؟ ومين ده؟ ده الدوبلير اللي بيتضرب مكان الاستاذ. وبينزل سامي يلم البواقي، وبياخد مجدي على البيت بعد ما اتدغدغ وراح شهيد للحب. وهو بيغير له هدومه بقى بيبص على جسم مجدي. ايه ده يا مجدي؟ ايه الجسم ده مولود بيه ولا ده فوتوشوب؟ والخطه الجايه بقى ان مجدي لازم يبقى اقوى واحد شافته حنان. 96. ما شاء الله يا مجدي، جسمك بدأ يستجيب اهو. بعد 96 عدة طلع لك شعر في بطنك. الخطة الجديدة ان في واحد صاحب سامي بيعمل مشاهد خطرة في السينما، هيجيبوه يدوله قرشين
ومجدي يضربه. وانت ما شاء الله يا مجدي اهو قفصك الصدري بدأ يبرز. فمجدي بيمد ايده وبيطلع، ايه ده يا مجدي انت حاطط الفلوس فين؟ يا سامي اشحال لما كنت واقف قدامه وشايف هو طلع الفلوس منين. ما شاء الله عليه حتة قفص. وهو ده بقى صديق سامي. انتوا بتعملوا فيلم ايه؟ وليه كلهم بدو وهو الوحيد اللي بقميص وبنطلون؟ هو ده انديانا جونز؟ وبيروح له سامي علشان ياخده وينفذوا الخطة. انشف يا راجل مش كده، انا بيتهيالي ان حنان اجمد منك انت ومجدي. ومجدي رايح علشان يبص على حنان اللي للغرابه لابسه هدوم مغطيه جسمها كله. فبيجي لها واحد شبه يوم التلات الساعه 2 الظهر اللي هو بيبقى زحمه ده، وبيبدا الاخ اللي شبه عربيه المترو ده يعاكس في حنان. فمجدي بيفتكر ان ده صاحب سامي اللي جاي يتضرب، ده شكل واحد هيتضرب. فبيروح بقى علشان يقول له جرى يا استاذ يا قليل الادب يا سافل يا منحط بشنبك ده. وبيروح لحنان وبيقول لها النوعيه دي لازم تتضرب. إيه يا مجدي طلع معدن؟ طب ما معكش مفتاح انجليزي؟ انت ما شاء الله خفيت من العلقه اللي فاتت في خلال 3 ساعات، فمحتاجين نتضرب علقه جديده عشان تتعور تاني. وفي وقت ما مجدي بيتروق سامي بيبقى جايب صاحبه علشان يتضرب. يا دي النيله السودا يا جدعان، مين اللي بيتضرب ده؟ هو الاستاذ ليه كام دوبلير؟ تقلقش يا مجدي انت كده كده بتخف بسرعه. ايه ده؟ حرام عليك، هو كان قدك. طب انت كنت فين من اول الخناقه يا حنان؟ انت جايه بعد ما تشلفط كده. ومجدي لما بيشوف ان حنان مخضوضه عليه بيقوم وبيقول للراجل يضربه تاني. فحنان بتعرف انه عبيط وبتمشي. ماشي. يا حنون عجبك ها؟ مفيش حد بيتضرب بالطريقه دي دلوقتي ومعاه 2 دوبلير. وللمره التانيه على التوالي بيروحوا للبواب وهو مدغدغ. يا بيه انا ظهري اتكسر من كتر الشيب. وطالما كل شويه ترجعوا مضروبين اجروا حد يشيلكوا بقى. مجدي ما شاء الله بقى ويل دان، تسلم ايد اللي ضربه. سامي بيقول له ان عنده فكره تانيه. الطريقه 707. ايه هتحطه في مكنه لانشون؟ حنان بقى قاعده في البيت بتفتكر مجدي وقد ايه هو عبيط، وبتفتكر الدوبلير وهو بيتضرب مكان استاذ عادل امام. فبيدخل عليها ابوها الحاج البركه ده علشان يشوف يعني لو عندها كريم للقرون. الحاج فهمي بيسالها اذا كانت بتفكر في ريكو ولا حاجه. يا بابا ريكو بالنسبه لي ابن خالتي وبس. بنت خالتي معلش يعني. وبعدين حنان بتحكي لابوها عن مجدي اللي هو تقريبا كده متخلف عقليا، بيرمي نفسه قدام العربيه يتضرب في خناقه. لكن طبعا هي بتحكي له على اساس انه بيحب صاحبتها. فالحاج فهمي بيقول لها انها لو متاكده انه شاب ليه مستقبل وبيحبها مش لازم تضيعه من ايدها. حتى اذا ما وافقتش امها. طب حضرتك يا عم فهمي مش ناوي تتدخل؟ كالعاده مجدي ما بياخدش اكتر من 24 ساعه عشان يخف. وسامي بيجهز علشان رايح حفله خيريه وبيقول لمجدي ان حنان هي اللي منظمه الحفله. وحفله ايه اللي انت لابسه فيها كده يا حنان؟ ما تلمي نفسك بقى. هو الحاج فهمي ما فيش خالص، ودي حفله خيريه بدل ما يبداوها بشويه قران جايبين نجوى فؤاد ترقص. ايه الخير في كده؟ نفسي افهم والله. فتره منيله والجرسون ماشي بصينيه وبيروح قلبها على مجدي. والله العظيم قاصد. بص حضرتك هو ماشي ازاي اصلا، اهو بص متعمد. دي فيها انذار دي. ما هو مفيش انسان بيمشي وهو حادف شمال كده. والحل الامثل بقى ان مجدي يقلع البنطلون والجرسون ياخده علشان ينضفه له. وبيقعد مجدي ورجليه عريانه في الحفله. عادي يا مجدي ما تتكسفش، الحفله كلها عريانه يا حبيبي منكم لله. وحنان بتيجي وبتقول انهم هيعملوا قرعه علشان يسحبوا رقم التذكره اللي هياخد جايزه، واللي بيكسب هو مجدي. فبيقوم ببوكسره كده وبيطلع على المسرح. دي الفقره الثانيه بقى اللي بعد فقره نجوى فؤاد. وطبعا الناس بيضحكوا على مجدي فبيطلع يجري من القاعه. تضحكي على ايه يا مدام؟ ما انت كمان مش لابسه بنطلون. فتره منيله. ومجدي بيقف بره بعد ما الجرسون جاب له البنطلون. وبتجيله حنان وبتقول له في حد بيحب حد قوي كده. فبيقول لها انت تستاهلي كل خير يا حنان. ما شاء الله عليك الله اكبر. امال لو شفت ريكو يا مجدي وبيرقصوا مع بعض وبكده يكون مجدي حقق حلمه. وسامي بيحتفل مع مجدي بنجاح الخطه اللي سامي ما حطهاش. عيب ده انا سامي. احنا هنكدب يا سامي؟ انتوا المفروض تكافئوا الجرسون. مجدي بيبقى عاوز يكلم الحاج والحاجه وقرايبه ويروحوا يخطبوا حنان بنت الحاج فهمي ابو قرون. فسامي بيقول له اوعى تغلط الغلطه دي وتعمل زي عزيز الله يرحمه. عزيز راح يخطب وجاب العيله كلها، ابوه واخواته البنات واخواته الولاد
وخالته وجوزها. وايه اللي المدام لابساه ده يا معالي الباشا؟ طبعا في اريال تحت الطربوش. وزي ما شفنا قرايب العريس ابطال وزن الريشه، بنشوف قرايب العروسه ابطال الوزن التقيل مصارعي السومو، بيبداوا يعدوا بعد ال 120 كيلو. وانا اقول اللحمه بتخلص ليه؟ عزيز بيتشرط عليهم بقى وعاوز اوضه نوم احتياطي ومكتب وشقه تمليك 7 اوض وطباخه وسفرجي، وهيدفع 100 جنيه. يخليهم 115. الكلام ما بيعجبش العيلتين بقى، فبيختلفوا وبتبدا الرويال رامبل وبيقعدوا يهوهوا في وش بعض. ابو العريس ماسك في ابو العروسه، لا يا حاج لا ما تاكلهوش ده انسان، انت ما فطرتش ولا ايه؟ وخالة العريس ماسكه في ام العروسه، لا يا جماعه ما ينفعش تقربوا من بعض كده، احنا اي نعم في السبعينات بس كل شيء وليه حدود. وبيحاول عزيز يهدي الخناقه اللي هو شعللها بطلباته اساسا، لحد ما البيج شو بيحدفه في الحيطه والفازه بتقع فوق دماغه وبيموت عزيز يا عيني. وسامي بيقول له ان الحل انه يروح لوحده يقابل اهلها، واول ما يتفقوا يبقى ياخد اهله. بس خد بالك يا مجدي علشان ابوها مجرد ميداليه في البيت، الابله هي اللي مدوره الدنيا، هي هتلاقيها مقريفه شويه يا مجدي، اصلها ما شربتش الحجر بتاع الصبح. ام حنان بتقول لمجدي ان بنتها مخطوبه لابن خالتها. انا مش عارف اتلخبط في الراجل ده ليه، راجل ايه بقى؟ ريكو، وان شاء الله هيشوفوا لهم حد يتجوزوا هما الاثنين. فبيسال مجدي سؤال غريب جدا، طب ممكن اعمل البيت؟ البيه؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ انا قصدي اقول يعني راجل البيت. راجل البيت يكونش قصدك عم فهمي؟ لا يا مجدي كان المفروض تسأل قبل ما تيجي. اصل مؤاخذة عندنا في البلد الرجال قوامون على النساء. لا ده حضرتك عندكم في البلد ما بنقرأش قرآن هنا في البيت. وهنا بقى أم حنان بتتعصب، رجال مين دول اللي قوامون على النساء؟ فهمي بقى رجال من امتى؟ عم فهمي بقى قاعد بياخد الإيراد من الحاج أبو سريع، وبيتفقوا إنه هيجيب مسعدة وأمها علشان يزوروا مسعدة لأولياء الله الصالحين، يمكن يجي لها عريس وتجيلكم مصيبة تاخدكم. وبيروح عم فهمي يسأل مجدي هو بيشتغل ايه، فبيقول له مهندس، لكن ام حنان عاوزه تطرقه. ومجدي بيمشي مكسور الخاطر. مجدي بياخد سامي وبيروحوا نايت كلاب علشان يشوفوا ريكو وهو بيمارس خصلته الزبالة دي. وهنا مجدي بيقرر انه هيخطف حنان، هيجيب كام واحد من العيلة ويخطفوها ويتجوزها. فسامي بيحذره انه كده هيعمل زي المعلم صابر بتاع اسكندرية ما عمل. المعلم صابر بعت 2 رجالة علشان يخطفوا نوسة اللي بيحبها، وفعلا بيخشوا واول جثة بيقابلوها بيكلفتوها في الملاية وبيخطفوها. هي دي نوسة لا تستاهل بصراحة. قالت وهنتجوز وهنجيب العيال. ألف مبروك يا معلم صابر. الرجالة في الطريق، والرجالة بيجوا وبيقولوا للمعلم صابر إنهم خطفوها ودخلوها من الباب الوراني. تسلم إيديكوا يا رجالة. لا رابطة إيه؟ بس مش ملاحظ يا معلم صابر إن الشاسية عريض شوية؟ وبيفكها المعلم صابر وبيقول لها إنهم هيتجوزوا بعيد عن وش أمها العكر. انا لسه عاكر يا صاحبي. طبعا عكر. أنت عندك رأي تاني؟ وبنشوف المعلم صابر وشعره بيبيض على الهواء مباشرة وبيقع من طوله، وبيدخل المعلم صابر العباسية بعد ما اتجنن وشاف وش حماته العكر. وده يعلمك انك اوعى تخطف حماتك. وبقاله 5 سنين في المستشفى. حنان بتقول انها هترفض، لكن سامي بيقول لها ان امك هتنفض. والحل من وجهة نظر سامي فضيحة، عايزين فضيحة. فضيحة ايه؟ فضيحة زي اللي عملها فكري. وهنا بتبدأ رحلة البحث عن فضيحة. واحد صاحبي ما تعرفوش راح يطلب ايد سناء اللي بيحبها، لكن امها وابوها هاروه طلبات، عايزين فلوس كتير وعربيه كبيره واحمد السيد زيزو وميسي يرقص في الفرح. العين بصيرة بجد قصيرة. يد قصيره كونغر يعني. وطبعا بيرفضوا الولد. ايه ده؟ مش دي كرويلا بتاعت 101 كلب؟ هي دي ام سناء؟ لا امشي يا فكري، امشي يا حبيبي. فكري بيكلم سناء في التليفون وبيقول لها انهم لازم يعملوا الخطه اللي اتفقوا عليها، والخطه انه يجي لها بالليل وامها وابوها قاعدين ويتكلموا بصوت عالي على اساس ان سناء حامل من فكري. فكده يضطر ابوها وكرويلا امها انهم يلموا الفضيحه، ويقعد فكري يحط رجل على رجل علشان يعمل اللي هو عاوزه. وهي دي الخطه اللي في منتهى الذكاء، والخطه بتعجب مجدي جدا. لكن حنان بتقول لو نجرب تاني يعني. انا شايف ان الموضوع مش مستاهل، الموضوع كله ان الحاج ابو حنان يسترجل شويه. بس كان فالح بيتريق على ريكو، لكن سامي بيقول لهم ان كل ده تضييع وقت، انهم لازم ينجزوا. وحنان بتقتنع في الاخر انهم يعملوا الخطه. في البيت عند حنان بيدور نقاش ساخن اطرافه
عم فهمي ومراته والاخت ريكو، والنقاش بيحتدم بقى لان عم فهمي مقتنع بمجدي، وواضح كده انه استأصل قرونه لانه بيتكلم بصوت عالي شويه، وبيبدأ يعاير ام حنان لان ابوها كان تاجر روبابيكيا، وبتشتعل المعركه. فعم فهمي بياخد الجيتار من ريكو وبيضربه على البطيخه. بتحاول تتدخل ام حنان. الله اكبر، الله اكبر يا عم فهمي، كان فين الكلام ده من اول الفيلم؟ عم فهمي انتفض يا رجاله، هي دي مصر، نسي ايام الذل والعبوديه، ومن هنا ورايح ام حنان هتقول له يا سي فهمي، وموافقه على مجدي. وهنا بيجي الحاج ابو سريع ومراته وبنته، تعالى يا حاج شوف عم فهمي عمل ايه، الحمد لله بلغ وبقى راجل. وهي دي مسعده اللي جايين يزوروها الاوليه عشان تتجوز، بس دي محتاجه تزور دكتور. عموما خلوا الاوليه تنفعكم. وام حنان بتاخد مسعده علشان تنام في اوضه حنان. كل شيء وكل مقام بنظر فينا. جربت تبلغ عنها؟ وبتيجي حنان وبتعرف ان مسعده نايمه في اوضتها ومجدي جاي علشان يدخل اوضتها، فكده هيقابل مسعده فيس تو فيس، هيبقى حته ماتش. بتروح تكلم مجدي عشان تقول له، لكن البيت فاضي ومحدش بيرد. مجدي قاعد بيجهز علشان يروح لها البيت. خلاص بقى يا حنان، مسعده شكلها نصيبه. فهمي بيروح البيت ومجدي هيطلع علشان ينفذ الخطه. مرات يا صديقي العزيز، اي واحد يشوفها يحلف انه ما شاف جمال زيها في البلد كلها. رجولة يا سامي، انت هتتجوز عشان تفرج الناس على مراتك؟ وبعدين حاجة تاني ايه؟ ده هيتجوز ميرفت امين، هو في تاني غير كده؟ وهنا بتيجي حنان علشان تقول لسامي انها مش بايته في اوضتها، وان في كائن فضائي هو اللي بايت مكانها. ومجدي واخد الحبل وهيطلع علشان يقابل حنان، وهو طالع بقى بيلاقي حرامي نازل من فوق، عادي عادي كأنه فار. كمل. لما بيوصلوا بقى بيكون مجدي وصل لاخر دور، كان ممكن يندهوا عليه يعني وكان هيسمعهم، لكن ما بيندهوش. الدوبلير بتاع الاستاذ عادل عامل شغل. سامي بيقول لها تخش هي، وهو هيطلع ورا مجدي على الحبال، والدنيا لسه منوره اهي. لكن لما بنشوف مجدي بنلاقي الدنيا بره ليه. مجدي بيقول كلام حلو لمسعده على اساس انها حنان. نصيبك بقى، هتعمل ايه؟ الحمد لله. مجدي بيعرف باعجوبه يهرب من مسعده، وبيروح يستخبى في الدولاب في الوقت اللي سامي داخل فيه الاوضه، وماشي عامل فيها عبيط مع ان في حاجه بتتحرك جنبه اهي. تستاهل، علشان كنت عاوز تفرج الناس على مراتك يا اخويا. وبيدخل ابوها وبيثبت سامي. كلب كان عاوز يتحرش بمسعده، ده غبي ده ولا ايه؟ ده انت تتحرش بالحاج ابو سريع احسن، ده ريكو في انوثه عنها. الحاج ابو سريع بيلم الناس على سامي علشان يتجوز مسعده، لكن سامي بيفضل انه يموت احسن. والله بيفهم. عريس مصطفى وسامي. دخل من الشباك عم فهمي. هنا بيهرب سامي وبينزل من البلكونه، فعم ابو سريع بيطلع وراه. يعني نحاول نهندلها دي، هنظبطها. وهنا حنان بتفتكر ان مجدي اتضرب بالنار. بتحصل المطارده بين عم ابو سريع وسامي. تضربش نار بقى عم ابو سريع، ده لو مات بنتك هتلبسها. وهنا عم فهمي بيقول لحنان ده عمك ابو سريع بيصطاد عريس لبنته عادي يعني. بيقول لها كمان ان هو وامها وافقوا على مجدي. ما شفتيش انت عم فهمي وهو بيضرب امك بالقلم؟ يا كنت فخور بيه بطريقه. وما شاء الله سامي ومجدي هيتجوزوا في نفس اليوم. يلا يا سامي فرج بقى مراتك للناس كلها، انت اللي جبته لنفسك. سامي بيقول لمجدي انه بيفكر يقتلها بعد الفرح، فمجدي بيقول له اوعى تعمل كده، لا يحصل لك زي ما حصل لعبد الشكور. عبد الشكور مين؟ ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش؟ لا ولا انا. حبايبي لايقين على بعض، وبتنزل كلمة النهاية. وبكده نبقى لبينا طلب الناس اللي طلبوا فيلم البحث عن فضيحة. انا كده عملت اللي عليا. اللي عليك بقى ان لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان لما ننزل فيديوهات جديدة يجيلك اشعار. كان معكم صبري محروس، ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي اقعد بالعافية.